شكون في هاد الناس اللي عنده الحقيقه؟ واش هو الشاهد او لا المتهم السيد سعيد النصيري؟ انا اعتبر بان واش ملي كتقحم وثائق انت كتقحم واحد الفواتير ما كاينش ما يفيد التوصل بها، ولا كتقحم واحد الوثائق ما فيهاش حتى داك العنوان ديال داك العقار اللي انت كتقول قمتي بواحد الاشغال فيه، واخا مساله بسيطه، انت كتقول بان هذه الفيلا تدفع بواحد الوثيقه بان كانت في ملك واحد الطرف معين، علاش كتبعث الفواتير للسي سعيد النصيري وكتقول له خلص لي على الاشغال؟ وشكون اللي طلب منك تقوم بالاشغال ديال اللي طرافو؟ لانه هو اللي قام بالاشغال في هذه الفيلا. واش انت يا هذا السيد غادي تقوم بالاشغال؟ اي واحد غادي يجيبك للدار غايقول لك هذه قوم بها بالاشغال وغتقوم بها؟ لا يستحيل. الا كنت عارفوا بانه هو المالك الحقيقي ديال هذاك العقار. ما يمكنلكش تجرأ وتدخل المسكن الغير وتقوم فيه اشغال ومن بعد ربما تواجه انك ما غاديش تخلص بهذه الاشغال لان غايقول لك المالك انا ما جبتكش. اذا مادام انك انت كتقول ماشي هو المالك فكيفاش قمتي بهذه الاشغال؟ هذا تناقض واضح. هذه مساله واحده. المساله الثانيه كيقول بانه سلم مبالغ تفوق 400 مليون للوداد البيضاوي، وبانه سلم منها مبالغ القضاء ما توصلش بها فريق الوداد ومبالغ اخرى مشات لواحد الشركات كيدعي بان السيد سعيد النصيري هو اللي دفع في هذه الشركات التي نفاها المؤازر، قال بان ما عنده حتى شي علاقه بها ولم يتوصل منه باي مبلغ. والحسابات ديال الفريق راها واضحه وغتثبت واش هو توصل بها ودخلها في هذا المبلغ، علما انه اكد السيد سعيد النصيري بان التوقيع الوارد في هذوك الوثائق اللي كيدعي انها راه تسلمها منه السيد سعيد النصيري ماشي التوقيع ديالو. هذه مساله بسيطه زعما ما غاديش يبقى يحاول يثبت فيها العكس. والوثائق الاخرى اللي قحمها علم باش يقول ربما كاين واحد المبالغ ضخمه وكاين واحد الوثائق عديده فلا علاقه لها بهذه القضيه. ديال 400 مليون لا علاقه لها. هو كيدعي بان جا السيد سعيد النصيري طلب منه يدير ليه واحد الاشاده ديال 800 مليون. جبد ورقه يعني جبد الوثيقه. هذيك الوثيقه ما فيها لا توقيع لا والو، لا راسيه لا حتى شي حاجه. ممكن نكتب انا وثيقه اليوم نقول لك بان انت جيتي تطلب مني نعطيك اشهاد فيه واحد 20,000 مليار ولا ندير شي بليون دولار ولا واش هذا كيفيد بان فعلا جيتي عندي؟ هذا مجرد محاوله للتهرب ولطمس الحقيقه، ولربما من اجل الايقاع، اقولها من اجل الايقاع بالسيد سعيد النصيري، لان هذه الشهادات ديال المصرحين بنيت عليها متابعه، وبالتالي لصالح من قدمت هذه الشهادات؟ من الذي كان وراءها ولأي غاية؟ احنا كنكتشفوه معكم على حد ذكر السيد سعيد النصيري. فإن الشهادة التي أدلى بها الشهيد الثاني هي شهادة زور، وبأنه أدلى بها من أجل الزج به في السجن والاستيلاء على الأنصبة ديالو اللي عنده في واحد الشركة اللي كتربطهم معا، واللي كان ما صرحش بها من الاول امام الفرقه، ما قالش بان عندي واحد الشركه انا وياه، لولا الالطاف الالهيه ولولا التحصل ديال السيد سعيد النصيري على هذه الوثائق التي تثبت الشراكه ديالو فعلا مع هذا الشاهد.